اهلا بكم في حلقه جديده من قناه فخره. معاكم فيديو جديد. فيديو النهارده هو عباره عن بعد حوالي 3 اسابيع ما نزلتش اي فيديوهات ببودكاست عن زملكاويه، وكتبت كل الكلام ده على المنتدى بتاع اليوتيوب، وقلت ان انا كان في ظروف في امتحانات فمش هنقدر نسجل الفتره اللي فاتت. النهارده احنا راجعين، وعلى فكره ده البودكاست ده برضه هنعمله وبعد كده هنقطع فتره كبيره لان في امتحانات تانية داخله علينا. بس البودكاست ده كنا لازم نعمله لان حصل حاجات كتير جدا في الزمالك في الفتره اللي فاتت، 3 اسابيع اللي فاتت تقريبا حصل كذا حاجه. هنتكلم عن مشكله فتوح، عن القيد، عن الصفقات الزمالك لغايه دلوقتي. في اليوم اللي احنا بنتكلم فيه 4/1/2024 يوم الخميس ما فيش اي حاجه يعني سمعناها عن القيد، حتى او لو سمعنا بس القيد ما تفكش لغايه دلوقتي. فخلينا بقى نتكلم على الكلام ده في الحلقه. فالنهارده برضو معايا عمر علام وهنتكلم على كل حاجه النهارده. اول حاجه نتكلم عليها وهي حل مشكله فتوح، والحمد لله مشكله فتوح اتحلت، وده اللي احنا كنا عايزينه. بس برضو في حاجه هنتكلم عليها في الموضوع ده، ان مصطفى الزناري ومحمد صبحي مشكلتهم ما اتحلتش. ايوه بس كان في صور لمصطفى الزناري وهو هو موجود بتاع ده في تدريبات الزمالك الجماعيه. تمام، هو كده مش هيفرقوا يعني بالنسبه لي مش هيفرقوا. طيب انت رايك ايه اولا في حل مشكله فتوح؟ رايك الاداره هل ان في ناس كانت بتقول ان ليه اصلا مشكله فك تقدر تجيب لاعب مكانه لو خدت فك، وبدل ما تعمل للعيب زي ده سعر، يعني ده كان لعيب برده كان بيفكر ان هو يروح للاهلي. ايوه ماشي، بس هو كان ناقص 6 شهور من عقده، فهو كان ممكن يروح فرقه ببلاش. فهو حطه هنا، وبعد كده هتلاقيه حطه اللي هو في الانتقالات، بس بعد كده شاله يعني. ايوه كان عرضه للبيع بعد كده شاله. ايوه تمام. انت شايف اصلا ان فكره ان فتوح يرجع الزمالك اكيد مفيده؟ اكيد طبعا، اكيد وش مفيده يعني. فطبعا هو انضم للمنتخب، واعتقد هي من وجهه نظري ان حل مشكله فتوح دي بضغط من المنتخب. انا حاسس كده عشان يقدر فتوح ان هو يضم قائمه افريقيا. القائمه اللي فاتت عديناها، لكن قائمه افريقيا مش هينفع تضم لاعب هو اصلا موقوف ايه. لا بس هو يعني هتلاقيه فت يعني وبيتمرن، مش عارف هو فت وبيتمرن. انا بتكلم عامه ما بين اداره المنتخب واداره نادي الزمالك، انت فاهمني؟ هو انا ما اعرفش ايه هي اداره المنتخب. المنتخب يعني علم بالشحن صفر بولنوريدج. طيب يبقى احنا متفقين ان مشكله فتوح الحمد لله ان هي اتحلت. الحمد لله. هو كانوا بيقولوا عليه غرامه تقريبا ولا لا؟ لا كان تهبد. الجريمه ده لازم يطلع في الكلفه. عيب عليك. يعني فتوح من اللعيبه اللي هي هتاثر في اداء الزمالك وفي المنتخب، عشان فتوح هتلاقيه هو مركزه مضمون في المنتخب وفي الزمالك. يعني في الزمالك لو هيلعب نص ملعب ولا هيلعب باك شمال، بس ما شفناهوش في نص الملعب دي كتير، باك شمال يعني او في نص الملعب. ما هو كان بيلعب في نص الملعب برضه. وفي المنتخب كباك شمال صريح اساسي، بيلعب كل مره يعني. وما مش بيتغير يعني. هو اتغير بس في ماتش اللي هو الودي. ايوه اساسي طبعا. اساسي في المنتخب. اذا كان ان هو احسن باك شمال، احنا قلنا في حلقات فاتت احسن باك شمال في المنتخب، وكمان احسن باك شمال في الزمالك عامه، ومن وجهه نظري احسن باك شمال في مصر منافسه طبعا مع علي معلول، عشان برضه ندي كل حاجه. طيب اتكلمنا عن مشكله فتوح والحمد لله ان هي اتحلت. الحمد لله. واتجدد 3 سنين. تمام. الحمد لله اتجدد 3 سنين. طيب عندنا بعد كده في حاجه، طبعا احنا قائمه المنتخب مش عايزين نتكلم عليها في الحلقه دي لان احنا بنتكلم على بودكاست اسمه قعده زملكاويه، فاحنا بنتكلم على حاجات اللي تخص الزمالك بس. تمام. فالحاجات دي بس اللي تخص الزمالك، فما رضيناش نتكلم على قائمه المنتخب. اولا احنا لو اتكلمنا على قائمه المنتخب يا اسطى ايه الاوردر ده؟ انا يا اسطى انت ده بقى ربع ساعه، ده الراجل لسه ما عملش الشاورما، لسه ضربه لي ساعه. طيب اولا احنا لو اتكلمنا على قائمه المنتخب هناخد كلام كتير جدا لان احنا هنتكلم على مشاكل كتير حصلت. اولا عدم ضم كذا لاعب، فخلينا نتكلم بقى على اللاعبين بتوع الزمالك. عدم مشاركه عواد ودونجا في المنتخب. انا مع كل اعتراضي على دونجا اللي انا دايما بقوله في الفيديوهات، وشايف ان دونجا مش اللاعب الجرينت يعني. قلنا اتكلمنا على حكايه دونجا دي، بس برضه عواد ودونجا هم مهمين لان طارق حامد اعتزل دوليا. فانت عشان تجيب لاعب يعتبر شبه طارق حامد شويه لازم تجيب دونجا. كمان على عواد ان هو ما يشاركش مع الزمالك، ما يشاركش مع المنتخب، احسن من ابو جبل. متفق معايا ولا لا؟ طبعا احسن من ابو جبل. كمان من وجهه نظري يعني كان يتشال ابو جبل ومحمد صبحي وتحط مكانهم جنش وعواد. ده كان انا ما اعرفش هو ازاي خد صبحي. انا مش فاهم برضه ان اولا صبحي انت موقوف، عايزك لو اتكلم تاني طلعه من اللوكيشن بس يا ما بتاع ده انبي ما وافقش. اربطك يا اسطى في عمود النور. اكيد كل ما عواد دونجا. عواد هو مش حارس مصر الاول ولا الثاني مش هيبقى حارس الاساسي لان اصلا مفيش حارس عادل في الزمالك. تمام. هو محمد الشناوي واحمد الشناوي البديل، وعلى الاقل محمد صبحي وجنش. بس خلي بالك احمد الشناوي كان مصاب. انا اصلا معترض ان يبقى فيه 4 حراس. هو واخد 4 ولا 3؟ واخد 4. واخد ابو جبل وعواد واحمد الشناوي ومحمد الشناوي.
4 حراس ده كتير قوي كتير. كتير. انا يعني شايف 3 حراس كفايه، اصلا 4 حراس يعني انت يعني وهم 2 بس اللي هيلعبوا. ايوه يعني هو مثلا لو جينا نشوف هنلاقي ان محمد الشناوي ضامن، ولو جه حد مكانه اللي هو هينزل مثلا احمد شناوي او عواد او عواد. لا لا لو الموجودين في القائمه يعني يا احمد الشناوي يا ابو جبل. بس خلي بالك ابو جبل فوق افريقيا حاجه تانية. طيب انت اتكلم على دونجا بقى. ماشي. انا شايف ان مفيش انت شايف اصلا دونجا يستحق يخش المنتخب ولا لا؟ طبعا. انا هقول لك حاجه، مفيش واحد في مركز دونجا في المنتخب في القائمه كلها مش هتلاقي ولا واحد في نص الملعب مش هتلاقيه مش اللي هو سي دي ام، تلاقيهم كلهم سي ام ومش عارف ايه. بس على فكره في حاجه برضو في لاعب انا اللي هو كوكا ده كوكا ده اتصاب وهو استدعى مكانه مهند لاشين، فده معناه ان دونجا ايوه تقريبا. هل بقى مهند لاشين احسن من دونجا؟ لا مهند لاشين كان مصاب. تمام، بس انا اصلا مش فاهم مهند لاشين ده بيروح المنتخب ليه اصلا؟ ما اعرفش يعني بقى له اللي فاتت وضيع ضربه الجزاء بتاعت افريقيا اللي جت في العارضه. فانا قصدي يعني ليه اصلا مهند لاشين ده يروح؟ هو لاعب اصلا بيلعب في طلائع؟ لا بيلعب في بيراميدز. بيلعب في بيراميدز صح، او فيوتشر مش فاكر. تمام. طيب كمل بقى على حوار دونجا. يعني انت لما تشوف يعني من غير بقى اللي هو اللي خرجوا ومش عارف ايه، هتلاقي ان مفيش في اللي هو نص الملعب مش هتلاقي السي دي ام الصريح. يعني عندك مصر يعني عامه؟ لا في القايمه المنتخبيه في مصر يعني هتلاقي حمدي فتحي بيهاجم اكتر، عمرو السوليه بيهاجم ده لو كان واخده، وامام عاشور بيهاجم برضه. امام عاشور 8 اصلا مش 6. ايوه كده امام عاشور اصلا مركزه مش مطلوب منه يدافع. لا ما هو بوكس تو بوكس بس هو اصلا امام عاشور كان حتى مع الزمالك لو تفتكر كان بيلعب جنبه مين؟ كان طارق حامد. فطارق حامد كان بيلعب زي 6 اللي هو بوكس تو بيلعب بوكس. فقصدي ان اسمه ايه ده دونجا. انا بعمل موبايل سايلنت بس عشان ما تزعقليش. انا قلت قصدي ان دونجا عليه اعتراض كبير جدا كلاعب، بس برضو ده مش معناه ان هو ما يتاخدش من المنتخب. اصلا انت لعيبه مصر انت ما بتصدق تلاقي لعيب مصر في الرمى. فانت اصلا انك ما تاخدش لاعب زي ده دي مش خلي بالك يعني دونجا بتاع ده جري انت مع الزمالك، فبالك بقى بالمنتخب. وخلي بالك في حاجه برضو في الزمالك احنا تقريبا مش هنتكلم عليها. يعني ما ترزعش اصلا على الترابيزه عشان صوتها طالع ابن كلب. صح والله. لا والله بقعد اشتمه في المونتاج انا والله. في مشكله احنا ما كناش كاتبينها في التحضير ومش عارف ايه، وهي عدم اللي هو ما خدش حمزه المسوسي للمنتخب تونس وخد سيف الدين الجزيري. دي بقى بتاعت منتخب تونس. ما احنا هنقول خلي بالك هي فايده، بس هي اصلا مش هي فايده ليك برضه. خلي بالك يعني انت سيف الدين الجزيري من وجهه نظري اخر ماتشات مع الزمالك ما كانش حلو تماما. وحمزه المسلوسي لعيب كويس جدا. طيب. هو ما خدش حمزه المسلوسي. طيب ده كويس ليك انت كزمالك في البطوله الوديه اللي هتلعبها في الامارات. يا حبيبي انا هسالك سؤال. الوديه انا مالي بمنتخب تونس بقول منتخب تونس انا مالي. سيبها انت بتطلب شاورما نروح نتسجل انت تعبان. شوف الاوردر فين. انت قايل له اسمك ايه؟ فخراني محمد عشان يعمل لي سبسكرايب على اليوتيوب. احنا اتكلمنا كده على مشكله عدم مشاركه عواد ودونجا في المنتخب. طبعا هي في جانب ايجابي في الحكايه دي ان هي هتفيد الزمالك في البطوله الوديه، ان اللعيبه اللي كده يعني زيزو مش هيبقى عندك في البطوله الوديه على فكره. وهتلاقي مين تاني؟ مفيش لعيبه كتير متاخده من عندنا اصلا. هو زيزو والجزيري. في حاجه عايزين نتكلم عليها بالنسبه بقى اللعيبه اللي ما اتاخدتش من الزمالك. محمود حمدي الونش. ما هو اتاخد. لا هو الونش ما اتاخدش. الونش ما اتاخدش. الونش اتاخد يا حبيبي. بس فكرني قام جاب لنا شويه عصير. الله يخدمك يا عم. الله يخدمك. اللهم صل على طالب لهم شاورما سوري كمان. ولا حاسب انا ما حاسبش. حاسب لهم كلهم ما عدا انت. عارف انا اتكلمنا على عدم مشاركه عواد ودونجا، خلينا نتكلم برضه على الونش. هل مشاركه الونش عشان هو مصاب ولا في حاجه تانية؟ اكيد يعني زي ما انت اكيد اللي هو ما خلوش يشارك عشان هو كان لسه راجع. عامه جاهز يعني، هو حتى في قائمات الزمالك كان بيتحط عادي. ايوه ماشي، بس خلي بالك هو ما لعبش ولا ماتش قبل البطوله. نور يعمل اللي هو عايزه. الاوردر يا فندم بص هفتح لك فيس تايم. هقول اوردر اهو. لو اتكلمت بقى تاني. طيب احنا قلنا ان الونش ما شاركش على المنتخب عشان هو متصاب. انا من وجهه نظري ثانيه ان هو كنت ممكن حتى تضمه في القائمه يعني على الاقل، بس ماشي. طيب خلينا بقى نتكلم على ثالث حاجه وهي القيد. انا هسيب بقى العلام مشكله القيد يتكلم فيها وانا مش هتكلم فيها خالص، بس ممكن اعترض معاه عادي.
ماشي. في على فكره في قضايا اتحلت وفي قضايا لسه. اللي هي بتاعت سبورتنج لشبونه. يعني بتاعت سبورتنج لشبونه اتحلت. تمام يعني. بس هو ما تمش اعلان على حاجه على فكرة. ايوه ما احنا ما لسه هقول لك. احنا هو هيدفعوا له فلوس سبورتنج، بعد كده هيقسطوا له. تمام ماشي. يعني احنا كنا اتكلمنا على التقسيط ده من حلقتين او حاجه. وفكره التقسيط تمام. ايوه تمام بقى. وتاني واحده واللي هي بتاعه مساعدين فريرا. ما دي اتحلت. احنا كويس بقى انك كنت اتكلم عليها، بس خلاص اتكلم بقى عليها. تمام. دي اتحلت وكله خد فلوسه يعني. تمام. وفي قضيتين تانيين مشوا كده. تمام. في بقى قضيه جديده اتحطت، وهي قضيه بتاع ده فرجاني ساسي. تمام. ايه قضيه فرجاني ساسي؟ عشان سمعت عنها. بص، قضيه فرجاني ساسي فيها حاجتين. اول حاجه ان فرجاني كان ليه فلوس. تمام. وتاني حاجه ان الزمالك كان عايز من الدحيل فلوس. تمام. فهو الزمالك ياخد فلوس من الدحيل ويديها لفرجاني. تمام. فدي اللي هي هتخلص بسرعه. يعني انت قصدك ان مشكله فرجاني لو اتحلت هيعلنوا ان القيد تمام اتفك ان شاء الله، يعني مفيش مشاكل تانية. بس انا وجهه نظري ان احنا هو طبعا سوق الانتقالات فاتحه. تمام. لغايه دلوقتي ما سمعناش على صفقات سوبر. سيبك بقى من الشغل اللي هم بتوع بتجيب لعيبه من مثلا من طنطا، فاهم، من طلائع الجيش، اللي هو الشغل زي بتاع عمرو السيسي ومصطفى الزناري. انت ما فيش صفقه سوبر لغايه دلوقتي سمعنا عنها. هو خلي بالك يعني اكتر صفقه سوبر سمعت عنها عمر كمال مثلا. ما تكلمش تاني يا فاروق بعد اذنك. قال لك بعدين انت تمام. فهو القيد يعني 90% هيتفك قبل يوم 15 ان شاء الله. تمام. يعني انت في ايدك تجيب صفقات. طيب بما اننا بقى اتكلمنا على الصفقات، يعني كده ان شاء الله الحمد لله حكايه القيد هتتفك باذن الله. ان شاء الله. باذن الله. انا بقى خلينا نتكلم على الصفقات في حال ان القيد اتفك. يعني اول حاجه لازم نتكلم عليها عمر كمال. تمام. عمر كمال كلام كتير بيتقال ان هو عايز فلوس، وفي كلام بيتقال ان هو لا هو بيحب الاهلي وعايز يلعب في الاهلي. في ناس تقول لا ده هو زملكاوي اصلا ويلعب في الزمالك. انا في عايز حاجه اقولها لك تانية، انا لغايه دلوقتي فعلا مش فاهم. هو مش عمر كمال ده مضى مع الزمالك؟ ايوه. وكان في صوره متصوره مع في 2021 مع حسين لبيب. ايوه. ايه اللي حصل بعد كده؟ انا بعد كده مش فاهم اي حاجه. بص، طب هو راح فيوتشر اعاره واشتروه ولا ايه اللي حصل؟ فهمني بقى ايه الحوار بتاع بعد ما خرج من الزمالك. ماشي. هو اول ما مضى مع الزمالك القيد اتقفل. طب هو مضى قبل القيد ما يتقفل؟ ايوه. طب فيها ايه لما ماشي، هو مضى قبلها، بس هو خلي بالك هو ما تسجلش يعني. كان هتلاقي في كام لعيب، يعني في كام لعيب برضو مضوا مع الزمالك بس برضو ما دخلوش. يعني انت القيد لو ما كانش اتقفل ساعتها كان عمر كمال ده هيبقى معاك لحد دلوقتي. تمام. بعد كده فيوتشر احنا اتفقنا مع فيوتشر اللي انتوا هتاخدوه موسم، واحنا ما كانش طالع انت بس. مالكش فيه، انا بسال نور هو اللي في ايه؟ انتوا جايبين هنا عشان تهزقوني ولا ايه؟ صلاح برضو خد السقف يا جماعه. نور صلاح بالله عليكم. مساعد يوسف فاروق مساعد السقف. ايه ده؟ طيب بعيدا عن كل ده، هل عمر كمال اقرب للزمالك ولا للاهلي ولا النادي تاني ممكن يحترف اصلا؟ هو بص، هو احتمال كبير يبقى في الاهلي عشان الاهلي هيدفع. والاهلي اصلا لما بيسمع ان الزمالك داخل في صفقه بيخش. بيخش بقى الصفقه حلوه الصفقه وحشه بيخش. ايوه. وفي حاجه تانية ان خلي بالك احمد شوبير في بتاع ده في اداره نادي فيوتشر. فده ممكن يسهل العمليه اكتر ان هو يروح الاهلي. طيب هل عمر كمال اصلا ماشي احنا بنقول اقرب للاهلي تمام، لو جه للزمالك هل هو اصلا مفيد للنادي ولا احنا هنجيبه وخلاص؟ لا هو طبعا مفيد. هو مركزه باك يمين صح؟ ايوه. وخلي بالك انت هو جوكر. ممكن يلعب في نص الملعب، ممكن يلعب وينج. هو اصلا مركزه الاصلي وينج شمال. هو بقى اتحول لوينج يمين. تمام. من افريقيا. عمر كمال كلاعب انا بالنسبه لي مفيد في حاله واحده، في حاله ان عبغاني طبعا ان شاء الله يغور في داهيه ويجي مكانه حمزه المسلوسي يلعب سيرد باك جنب الونش فتوح عمر كمال. بالنسبه لي الرباعيه دي رباعيه جامده جدا. عندك فتوح بيهاجم، عندك عمر كمال كويس دفاعيا وهجوميا، وعندك حمزه المسلوسي والونش قافلين الدفاع. ده في حاله طبعا ان الونش ان شاء الله يبقى في مستوى. ان شاء الله. فانت بتتكلم ان الدنيا حلوه قوي لو عمر كمال جه، بس اتمنى كده. ما اعتقدش ان يعني ممكن برضه عمر كمال يجي في حاله ان عشان الاداره بقى تحسس الجماهير ان هو فعلا احنا قلبنا على النادي ومش عارف ايه. انا لغايه دلوقتي شايف ان الاداره يعني فاهم
بيتكلموا بس. يعني شفت احمد سليمان في 4 لقاءات مع مهيب عبد الهادي، ما شفتوش بعد كده بيعمل ايه بقى، مع ان احمد سليمان ده اهم منصب، ده يمكن اهم من حسين لبيب، بس هو المدير التنفيذي. هو المدير التنفيذي. فانت طلعت 4 واصلا مهيب عبد الهادي انا مش بطيئه، يعني انا ما بشوفش للاسف لقاءات الزمالك بسبب مهيب عبد الهادي. فهو الفكره ان انت بتتكلموا بس. هل الاداره دي هتبقى زي مرتضى؟ انا مش عارف. احنا قلنا ان يوم 31 ان شاء الله نعمل حلقه بعد الامتحانات ونتكلم هل الاداره دي زي مرتضى عايزين بقى زي ما بنتكلم على الصفقات ان في حاجات ايجابيه سمعناها لغايه دلوقتي، ان في لعيبه هتخرج من نادي الزمالك. اول حاجه شفنا سامسون اللي منتشر قوي ان هو هيروح نادي عراقي تقريبا، مش عارف اصلا نادي عراقي ده جابه ازاي يعني. هو في اصلا انديه عراقيه. لا لا يا باولو ما انتش يا باولو. خروج سامسون من صفوف نادي الزمالك طبعا مش محتاج اقول ان هي ميزه، مع ان سامسون انا كنت حاسس ان هو في نسبه امل كده، بس هي راحت بسبب معتمد جمال الله يسامحه. معلش انا اسف، انا بحس ان معتمد جمال ده ابوك وانا بتكلم عليه. يا اما هو بيعمل ماتشات حلوه انت فضلت تخبط فيه بعد. لا انا مش بخبط فيه، انا قلت الحقيقه وفعلا واحنا بنصور الحلقه وانا بشتم في معتمد جمال كان الزمالك صح يا ابني؟ صح، المصري كان بيلعب الزمالك. كان مصر كان بيلعب وايه اللي حصل؟ ماشي خسر. ايوه بعد كده فين معتمد جمال؟ اي حبيبي فين معتمد جمال؟ يا حبيبي انت ليه مش دي خناقه سريعه بس ما بيني وما بين علام على معتمد جمال. اتكلم على سامسون بقى شويه كلاعب اصلا، هل هو فاد الزمالك؟ لا تمام. هو الحسنه الوحيده اللي هو عملها ان هو الجون بتاع بيراميدز بس، وجاب جون في اول ماتش ليه. بس ده كده بقى ايه الحسنه اللي هو عملها. بس انت كنت شايف انا كان عندي وجهه نظر برضو تاني إيه؟ ان سامسون يروح لنادي قوي شويه نوعا ما في افريقيا او في اي نادي او حتى في الدوري المصري اعاره، بحيث ان هو يكتسب خبرات يعني؟ ان هو يلعب. اصلا سامسون ما شاركش مع زمالك كتير، يعني برضه لو جينا نتكلم في حقه هو لما شارك لاعب سيء. بس مثلا عندك موديست بتاع الاهلي، كان جمهور الاهلي ماسكه سلخ، بس لعب ماتش بتاع السوبر ده، سيبك من ان هو جاب جون، بس الجون حلو، الجون حلو. لا حلو رأسية، انت شوف الفيديو رأسية يا اسطى حلوه جدا. فهو اصلا جايبينه عشان كده. فانا رايي ان دايما تتقل على اللاعب. سامسون هو شارك عدي لي كام ماتش شاركه؟ شارك 10 مباريات، شارك كام ماتش اساسي؟ ولا ماتش اساسي تقريبا، تمام، غير ماتش مثلا او حاجه. فقصدي ان سامسون برضه ما خدش الفرصه. انا كان نفسي، بس طبعا اكيد ما فيش فرق من الدوري المصري هتاخده عشان شايفين المستوى، عشان هم بيشوفوا الماتشات اللي هو لعبها. انا بقى كان نفسي بس كنت بقولها كده معتمد ان في شهر 12 كان سامسون ينزل كده الملعب، بحيث ان هو تسويق، بس تسويق انت مش عايزه، انا فاهم، فانت تسوقه وتبيعه في يناير يبقى اي حد ياخده. لكن انت دلوقتي ما سوقتوش، مين اللي خده؟ مع احترام النادي العراقي، بس مين النادي العراقي ده؟ فاهمني؟ أيوة. فده من وجهه نظري. طيب خلينا نتكلم عن حاجه تانية، ويمكن هي اخر حاجه هنتكلم عليها، وهو المدرب الاجنبي. المدرب انا بس عايز اقول حاجه قبل ما نخش على المدرب الاجنبي. اوسوريو مضى مع فرقه في البرازيل اسمها اتلتيكو حاجه. شفتها لسه شايفها النهارده. ربنا يوفقه. يعني مش هنقول كده يعني. يا ربنا يوفقه. بس انت عشان انت بتحب اوسوريو بتحب معتمد جمال، مش عارف على ايه. لا ما هو معتمد جمال احنا لو جينا اتكلمنا عن اوسوريو دي محتاجه حلقه اصلا. اوسوريو احنا عارفين كان بيعك ازاي، بس كان في ماتشات كان بيبقى لا هو كان معاه عمرو السيسي وروقه كان بيلعب بخطه توتنهام وهي بتطلع مركز اول. ده من وجهه نظري. والقلم الاخضر مفيش الكلام ده، انت اللعيبه بتاعتك لو كواليتي، انت مفيش غير زيزو اصلا. طب احنا بالنسبه لزيزو في حاجه عديناها، ان هو زيزو موقفه في المنتخب. في كلام كتير قوي اتقال ان زيزو لما ضم، زيزو كده مركزه مكان محمد صلاح، وطبعا عمر ما محمد صلاح مثلا هيقعد دكه وزيزو هو اللي هيبدا اساسي ده في اي ماتش. في هو خلي بالك هو ممكن لو هو عايز مثلا يريح، يعني احنا يعني انت مثلا في المجموعات كسبت اول ماتشين ضمنت التاهل، فانت ممكن تريح صلاح وتنزل زيزو. لا انا من وجهه نظري انا من وجهه نظري ان في افريقيا انا عايز اخد العلامه كامله. ليه؟ كمنتخب مصر احنا ممكن نعمل حلقه عن منتخب مصر، بس الفكره ان انت لما تاخد علامه كامله انت بترعب كل الفرق اللي قدامك. ده من وجهه نظري، انك بتكسب فريق انت ممكن عامه. انت غانا ومعاك مين؟ بوركينا. ما شفتش. مش انا ما شفتش، بس عايزين نتكلم في حكايه منتخب مصر، بس قصدي انك تقدر تعدي كده. ايوه الادوار الاقصائيه كده انا ببقى متفائل باي فريق مصري في الادوار الاقصائيه يعني اللي هو بيبقى فيهم روح مش في الفرق الثانيه. حتى احنا زملكاويه، بس الاهلي مثلا بيبقى وحش مثلا في المجموعات يجي يعني، وده حصل السنه اللي فاتت اللي خد فيها البطوله. ايوه فكان وحش في المجموعات، انت بتعاند مع الهلال السوداني وفي الاخر خدت البطوله. فانا دايما شايف فرقه مصريه حتى في الزمالك كنا وحشين في بطوله القرن تقريبا في المجموعات، وبعد كده رحت خدت الوداد لا خدنا الوداد لا احنا لعبنا الرجاء ولعبنا فرقه كده بس كسبناهم يعني. كانوا فرق قويه عامه يعني. طيب خلينا نتكلم زيزو بقى موقفه في المنتخب. زيزو لا هينفع يلعب ليفت وينج ولا رايت وينج، ولا جناح يمين ولا جناح شمال، متقفله. جناح شمال انت عندك مرموش تريزيجيه، يمين عندك صلاح.
هيلعب فين؟ هيلعب صانع العاب وتوظفه في مكان جديد، ومش هنشوف اداء زيزو، لان كنا دايما بنسمع ابراهيم سعيد لو شفت قال لك انا ما شفت زيزو في المنتخب. ليه؟ لان زيزو مش بيلعب في مركزه الاساسي. هو يعني عارف انت اللي هو مركزه حرمنا منه في المنتخب ده، بس خلي بالك كل برضه هو عليه. مش هينفع يتلعب بيلعب مكان صلاح، يعني لو انت جينا على فكره ممكن تعمل حاجه، ممكن تلعب اللي هو 2 وينج يمين و2 وينج شمال، بحيث اللي هو اللي ال هو ام يعني. ايوه ال ام وار ام وار دبليو ال لا دبليو. بس انا من وجهه نظري لا، اصل انت عمرك ما لعبت على التشكيله دي قبل كده، فبرضه مش هتلعبوا بيها، وهو غالبا ممكن يلعب مكان تريزيجيه. لا بس اعتقد لا، لان وينج شمال انت عندك تريزيجيه ومرموش، فاللي هم دول حاجزين مكانهم. كده كده حاجزين مكانهم. هيلعب صانع العاب بقى يحطه في النص اظن ان هو يلعب. ولا هيلعب نص ملعب؟ ما هو كده كده زيزو مش هيعرف يتوظف في المكان ده، هتبقى صعبه. هل بقى زيزو هيفضل قاعد على الدكه؟ وانا من وجهه نظري ان لو زيزو اتاخد في المنتخب وفضل قاعد على الدكه انت بيقل مستواه، لان البطوله كبيره على ما يجي الزمالك تاني يعني تقريبا من 13 يناير لغايه 11 فبراير ل 11 فبراير فشهر. فانت بتتكلم ان شهر هبقى اللعيب كل شويه قاعد على الدكه وانزله كل فين وفين. ده من وجهه نظري حاجه وحشه. فهل انت جايبه احتياطي لصلاح؟ لا خلي بالك لو هو هيقل من قيمته، هيقل من عزمه، كده كده في اي ماتش هينزل. بالظبط. انت اصل استحاله صلاح ما يبداش زيزو اساسي. يقعد زي يوسف فاروق كده. لا ايوه حرفيا بقول لك ايه غير كده. بيجري انت عشان بتحب صلاح يا كلب. انا اتكلمت انت بتقول عليه اوفر ريتد، هو مش اوفر ريتد. غير كده يا جدعان. هم بيحبوا صلاح، فاهم؟ اي اصل هو بيقول لك عليه اوفر ريتد، هو مش اوفر ريتد. صلاح مش اوفر ريتد، بس هو مع المنتخب اصلا معلش. يعني انت دلوقتي علي صوتك عشان يبان فوق. اللي بيلعب وراك يا اسطى، عندك الواد الجديد اللي شبه جيرارد ده يا اسطى، محمد حمدي. لا انت في ليفربول الكسندر ارنولد. لا يا لا، اسطى اندو ماكاليستر اسمه ايه؟ اسمه معرفش حد أنطق تي. اسمه. سابوسلاي. ايوه يا اسطى، هو الراجل الحمضاني. معلش يا اسطى، لما انت يجي يعمل لك الاسيستات الواد ده، ويجي يا اسطى يعمل لك اسيستات تانية في المنتخب، اصلا واحد متوفي. معلش هو صلاح مش هيعرف ياخد حقه. ده اللي انا بقوله اصلا، ان صلاح دايما مش معاه تيم. بس يعني انا في برضه عزم، وبعدين في اي ماتش بيبقى الماسك في محمد صلاح بس، لا كلهم انت اللي تعبيد عليه كده. خلي بالك ان زيزو يعني في البطوله اللي فاتت ظهر في ماتشات كتير. في الماتشات الوديه لا في بطوله في افريقيا اللي فاتت ظهر في ماتشات كتيره. وخلي بالك كان تفتكر كان بيلعب مركزه ايه؟ كان بيلعب شمال. طب حتى في ماتش في الماتش بيلعب مهاجم. لا صلاح كان بيلعب يمين، ومصطفى محمد او محمد شريف كان بيلعب. مفيش حد يلعب مهاجم غير مصطفى محمد، مقفوله خلاص. لا كان صلاح بيلعب مهاجم. انا فاكر انا كنت اتفرجت على 2000 على دي كلها. بس دي كانت حاله طارئه اصلا، هو اتلعب. ايوه لعب مهاجم. حاله طارئه. هيتلعب ماتش واحد اكيد مش هيلعب بيه دلوقتي يعني تاني. هو التشكيله الوش صلاح مصطفى محمد تريزيجيه. بقى كده مرموش مش هينزل. ينزل. لا هو مرموش هو الاساسي. لا تريزيجيه. لا مرموش تريزيجيه يبدا وبعدين مرموش ينزل. هو واحد بيتفرج على المحليه بيقول لك تريزيجيه احسن. ايوه تريزيجيه احسن فعلا. يا جدعان. بص على لا مرموش اناني. لا مرموش اناني فشخ. لا مرموش اناني بيمسك كوره كتير جدا. بس خلي بالك الكرة اللي هو يمسك الكرة دي لو حطها اساسا في شغل أيوة، جماعي مرموش هيجيب بقى برضو. شغل. تريزيجيه هو الوحيد بس ان هو مش فينيشر كويس. لا بس انت ليه تطور في الفينش؟ انت شفت عمل ايه في بايرن ميونخ؟ ده مرموش. لا ستوب بقى كده. انت كده اقوم اضربك. انت تريزيجيه مين اللي بيلعب في بايرن ميونخ؟ انا بتكلم على مرموش. انت عبيط يلا. لا مؤاخذة خلاص. عشان ممكن يقوم يضربني بحاجه والله. في طب خلينا نرجع لحكايه زيزو. هل زيزو هيقعد على الدكه ولا هيشارك في مركز جديد خالص؟ احنا ما شفناهوش قبل كده. هو هيشارك في نص الملعب عشان هو كان بيجربه نص ملعب في الماتشات الوديه. هل زيزو هيأدي في نص الملعب زي ما بيأدي وينج رايت؟ لا بس خلي بالك ممكن لو الماتش ولا مثلا كمشاركة؟ مقفول. اسمع بس، هو ممكن لو الماتش مقفول ممكن يشوط لك شوطه من بعيد تيجي كده. انت ماشي، فاهم؟ تمام. فاللي هو ممكن يعمل لك حلول انت ما كنتش خلي بالك اصلا مصر ما بتلعبش بصانع العاب. لا هي بتلعب 4-3-3. ايوه وواحد. صانع الالعاب. ايوه ما انا هتكلم. واحد بيبقى 6، واحد بيبقى 8، واحد بوكس بيبقى بوكس 10. بوكس. ايوه ما ما هو هو بوكس مش بوكس. 2، هو واحد بيبقى بوكس تو بوكس وواحد بيهاجم. تمام. ماشي. فاللي هو اللي بيهاجم بس يعني 3 كده وواحد بيهاجم. انا فاهم واحد بيدافع. اعتقد احنا كده اتكلمنا على كذا حاجه وحاولنا نلم الدنيا شويه، لان زمان برضو ما كانش في احداث كبيره قوي نتكلم عليها. حابين نقول لكم بس ان الحلقه دي انتوا بتشوفوها دلوقتي من الجمعه، بعد كده هنتوقف حوالي 3 اسابيع او 4 اسابيع. لان عندنا امتحانات ان شاء الله هتخلص يوم 23/1، وباذن الله نحاول بعدها يعني يوم 23 هنصور، بعد كده يوم الجمعه بقى بتاعت الاسبوع ده هتنزل. يوم 25. باذن الله. يعني احنا الجمعه احنا بنصور يوم 4/1، فانتوا بتشوفوا الحلقه دي اصلا تقريبا يوم 12/1، فاحنا عشان هنقعد اسبوع كده مش يعني انتوا فاهمين. طيب بس هنتوقف فتره برضه عشان نبقى عارفين ان احنا هنتوقف فتره بعدها، ان احنا مش هننزل فيديوهات خالص. انا ممكن انزل فيديوهات بس بسيطه كده لو في ماتشات تحليل او حاجه وبس. ده كان كل حاجه بنقدر نحطكم في قعده زملكاويه. ما تنساش بقى تعمل لايك وشير سبسكرايب على السوشيال ميديا. بس كده، سلام.